بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم، وبعد. قصيدة جاية دي قصيدة من دفتر أحوال الزمن، قصيدة بتناولتها المسلسلات والكتب والناس بتوع المواويل والشعراء وكل الناس. ربما حد يكون على راسه بطحة ولا حاجة يقول لك ده الراجل ده بيقصدني أنا بالقصيدة دي. لا، القصيدة دي أنا ما بقصدش بها حد، دي قصائد متداولة وحكاوي متداولة بين كل البشر اللي خلقوا ربنا. قصيدة بعنوان حكاية العبد مع سيده. تعالوا بقول فيها، تعالوا أحكي لكم حكاية العبد مع سيده. لما الزمان غيره وخد في يوم بيده، راح ماسك في يوم العصا وبقى يلعب مع سيده. وفي يوم جمع النصيب مع بنت أسياده، بعد ما كان خدام بقى راسه براسه وزاده من زاده، وبعد ما قال له يا سيدي ودلع أحفاده، وبعد قولت نعم وأمرك يا سيدي البيه، راح الزمان انقلب واصبح يرد عليه. راح الزمان انقلب واصبح يرد عليه، وراح ناسي أصله وفصله، راح ناسي أصله وفصله وعاب في بنت أصول، وراح ناسي أصله وفصله وعاب في بنت أصول. والعبد لما يكسى تلاقيه مثل الغول، ومناخيره تكون في السماء كما بقر وعجول، ومناخيره تكون في السماء كما بقر وعجول. قالوا الزمان في المثل، قالوا زمان في المثل من غير يا عم ما اقول، قالوا زمان في المثل من غير يا عم ما اقول، قليل الأصل لو شاطر بيغلب ابن أصول. والهوى غلاب والدنيا غدارة، تلاقي الأصيل في عشة وقليل الأصل في عمارة، خطاوي الأصيل المساجد وقليل الأصل خمارة. حلبي وابن حلب بطبلة وزمارة، والأصيل دايما أصيل عمره ما يتغير، مهما صغر أو كبر بيقول أنا صغير. الأصيل يفضل أصيل ما يغيروش المال، ثابت في شكله وقوله مهما تغيرت الأحوال. تلاقيه دايما أصيل لو راح السودان وصومال، تلاقيه دايما أصيل لو راح السودان وصومال. وقليل الأصل أكيد فرعي في شجرة ومال، وقليل الأصل أكيد فرعي في شجرة ومال. لما الزمن يعطيه لا يرضى بأي حال، الأصيل زي الذهب عمره ما يصدي، تلاقيه كريم الفعال على طول يا خال يدي. وقليل الأصل تلاقيه ياخد ولا بيدي، الأصيل يفتخر بنفسه وبغيره، الأصيل تلاقيه يفتخر بنفسه وبغيره. أما قليل الأصل دايما يقول جدي، أما قليل الأصل دايما يقول جدي. ودي حكاية من دفتر أحوال الزمن، وزي ما قلت في بداية الفيديو أنا لا أقصد بيها أي حد، دي حكاية بيتناولها كل الناس في كل الدنيا، الكتب والموال والقصص والمسلسلات وكله. أنا ما أقصدش بيها أي حد، عشان ما حد يكون على راسه بطحة ولا حاجة يقول لك ده يقصدني أنا. تحياتي لكم، تحياتي الشاعر علي عبد الرازق صالح أحمد المعصر الفتح أسيوط، تليفون 011 5 11 60 29، ولكم تحياتي.